اهلا وسهلا حبيباتي، نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال واحسن الظروف وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. مرحبا بكم في القناه ديالي اللي هي كويزين اكرام. اليوم غادي نحضر معكم عصير الحامض منعش. معروف عندنا هنايا في مدينه وجده بارده. كنحضروه على هذه الطريقه هذه وعلى هذا الشكل هذا نتمنى يعجبكم الفيديو. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. غادي نحتاج هنايا تقريبا 2 جرفيات كبار عامرين مقبين كما كتشوفوا معايا تاع سكر سنيده. انا وزنتهم كيلو ديال السكر سنيده. وعندي هنايا الروح ديال الحامض والنكهه ديال الحامض، وعندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي كذلك سنيده الحامضه اولا عرق الليم. غادي نشد هذا البول هذا وغادي نخوي فيه نصف كميه تاع الماء. انا غير ما عنديش يعني واحد البول اللي هو كبير او لبسينه اللي هي كبيره باش نخوي فيها المقادير كاملين ونخلطهم. استعنت بهذه الطريقه هذه. نتوما الا كان عندكم شي بيدو اللي هو كبير ونقي، غادي تخويو 5 لتر ديال الماء في ديك البسينه تكون كبيره، وغادي تزيدوا عليها جميع المقادير وتخلطوا عاد غادي المهم انايا درت هنايا كيلو ديال السكر سنيده اللي غادي نخلطو مع الماء حتى كيذوب مزيان. وغادي نزيد عليه هنايا 2 معالق ديال الروح ديال الليم كما كتشوفوا معايا هنايا 2 معالق كبار اللي هي تقريبا نصف القرعه نتاع هاد القرعه هذه. غادي نزيد كذلك النكهه ديال الليم. غادي نزيد راس معلقه كبيره، وغادي من بعد غادي عاوتاني غادي نزيد واحد راس معلقه كبيره اللي هي يعني معلقه صغيره كبيره. انا كذلك غادي نزيد هاد عرق الليم او السنيده الحامضه. درت هنايا معلقه كبيره، وغادي نزيد كذلك معلقه كبيره يعني 2 معالق ديال سنيده الحامضه ومعلقه صغيره كبيره ديال النكهه ديال الليم، لاننا انا كنت نخدم وندوق وداك الشيء على حسب يعني ميزاني. زدت نصف لتر ديال الحليب حتى حصلت على يعني الوقول اللي بغيت انايا. كما تشوفوا معايا هنايا زدت عاوتاني واحد الكميه كما قلت لكم. غادي نخلط المكونات مزيان. هنا ما بانتليش اللقطه اللي زدت فيها معلقه تاع سنيده الحامضه. المهم انا درت 2 معالق كبار ديال سنيده الحامضه باش يخرجوا لكم مقادير مضبوطين. هنا الماء اللي كان باقي لي في القرعه غادي نخوي عليه دوك المكونات كاملين. واخاك يعني خرجت واحد الكميه اللي هي كثيره ما قداتنيش القرعه، غادي نخوي هادشي في واحد البول اخر، وغادي نبقى نخلط العناصر في بعضياتهم حتى كيتجانس الخليط مزيان. المهم نتوما ما ديروش الطريقه اللي درت انايا لان فيها الخدمه بزاف. نتوما الا كان عندكم شي بسينه اللي هي كبيره ولا بيدو اللي نقي تخويو فيهم جميع المقادير. وخديت واحد الصفايه وصفيت. هنا كنخلط العناصر من هنايا وكنولي نخوي من هنايا باش العناصر والسكر يتجانس كامل في المقادير. هذه هي الكميه اللي خرجت لي، وهذا هو العصير اللي حضرت معكم. كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع، كيجي منعش، وسيرتو في فصل الصيف. نتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ونتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر، والى فيديو جديد ان شاء الله.